صباح الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. الرز بالمكسرات بيتقدم مع معظم الأكلات. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، ما بياخدش وقت خالص. يلا نشوف الطريقة عملناها ازاي. مبدئيا انت هتحطي نوع المكسرات اللي تحبيه والموجود عندك في البيت. انا استخدمت فول سوداني ولوز وزبيب. طبعا هعمل كوبايتين من الرز، يعني كمية كده بسيطة هتعمل معانا طبق كبير. مبدئيا نزلت بشوية زيت وسمنة وبصلة صغيرة ومتقطعة صغنن خالص، نزلت بيها على الحلة. وأول ما البصلة تبدأ تدبل هنزل بورقتين من اللوري وواحدة لومي واتنين من الحبهان. وبعد كده هنزل بشوية ملح صغيرين وكمان فلفل أسود وابدأ في التقليب. خلاص البصلة تبدأ تدبل معايا كويس، يعني هنزل برشة خفيفة من الكركم وكمان من الكزبرة الناشفة، وهكمل برضو في التقليب. وكمان ضفت مرق الدجاج. طبعا المرقة زي ما تحبوا، بودر او مكعبات، المتاح عندكم في البيت. انا ده المتاح عندي في البيت البودر. وبعد كده بعد ما قلبتهم شوية حلوة نزلت بكوبايتين من الرز. ده طبعا مش رز بسمتي، ده رز عادي خالص، بس حبيته طويلة شوية، مش الرز المصري يعني. وقلبهم تقليبة حلوة حوالي 3 دقايق لحد ما حبة الرز تتشمع. وبعد كده هنزل عليها بالمية. هغطي الرز طبعا سنتي فوق الرز تكون المية. واول ما المية تبدأ تغلي غطي عليهم وهدي عليهم النار خالص واسيبهم يستووا على راحتهم. هياخدوا حوالي نص ساعة. وبعد كده هنبدأ نحضر المكسرات بتاعتنا. معلقة صغيرة من السمنة في طاسة على النار، وهنزل بالمكسرات بتاعتي اللي هي عبارة عن زبيب ولوز وفول سوداني. طبعا لو حابين تضيفوا عن الجمل الجوز الامريكي زي ما انتوا تحبوا. انا اللوز كان موجود عندي في البيت ومتحمص زي ما انتوا شايفين. نقعته في المية شوية كده حوالي 5 دقايق وبعدين قشرته. هنزله مع باقي المكسرات ياخد كده تشميعة في السمنة لمدة 3 دقايق. وبعد كده هصفيهم من السمنة واطلعهم. طبعا انا سبتهم 3 دقايق على النار مع التقليب المستمر. ونار ما تكونش عالية، يعني نار تكون وسط. وده الشكل بتاعهم. هركنهم على جنب لحد ما الرز يستوي وبعد كده نبدأ نشكل بيه. ودلوقتي خلاص الرز استوى، ودي الصينية اللي هيطلع فيها الرز. هغرف كل الكمية. هتشوفوا الكوبايتين من الرز عملوا لنا صينية قد ايه. خلاص غرفت كل كمية الرز بتاعتي. هبدأ انزل بالمكسرات. طبعا تعملوا الشكل اللي انتوا حابينه. انا هعمل شكل بسيط خالص كده في نص الصينية، واللي هياكل بعد كده هو يبدأ يعني يقلب المكسرات مع الرز براحته. بس ده الرز كده بالمكسرات طالع من عندي بالشكل القمر ده. طريقة سهلة وبسيطة وكمان نتيجة ممتازة. أتمنى تجربوها عندكم في البيت. لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يشترك ويفعل زر الجرس. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ كامل. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.